بيبدأ الفيلم بظهور بايت مافريك في صحراء كاليفورنيا في أمريكا، وهو طيار محترف في الجيش الأمريكي. وبيستعد بايت إنه يتدرب على طيارة جديدة وهي ميجا 10، واللي باعتبارها من أقوى الطيارات الحربية الجديدة. وبيخاطر بايت بحياته وبيطير بالطيارة دي لأبعد الحدود في السماء، رغم إن محدش اختبرها قبل كده. وبتخترق الطيارة سرعة الصوت، وبمهارة عالية بيقدر يوصل بيها لسرعة أعلى من أي طيارة حربية طارت قبل كده، لغاية ما بيوصل لسرعة المستوى العاشر في الطيران. وبيحاول مافريك انه يتجاوز السرعة العاشرة، لكن فجأة بتتعطل أجهزة الطيارة وبتقع بيه. وطبعا بينط البطل من الطيارة عشان ينقذ نفسه من الموت، ورغم تاريخه الكبير في الطيران وقوته في المعارك الحربية إلا إنه بيتعرض للعقاب لأنه خالف الأوامر. وبيضطر القائد بتاعه إنه ينقله للموقع الحربي توب جان. وبيوصل للقاعدة الحربية توب جان وبيقابل القادة بتوعه، وبيعرضوا عليه المهمة الجديدة اللي هيشارك فيها، وهي تدبير مصنع تحت الجبل لإنشاء اليورانيوم المشع اللي بيستخدمه الإرهابيين وبيبيعوه للدول. والجبل ده كان متحوط بطيارات وسلاح حربي شديد الخطورة. وبيفاجئوه إنه مش هيشارك في المهمة، لكنه هيكون مسؤول عن تدريب المقاتلين اللي هيشاركوا في المهمة. بيقابل بايت بيني صديقته القديمة في كازينو ليلي، وبيعرفها إنه هنا عشان ينفذ مهمة جديدة للجيش. بيوصل مجموعة من طيارين الكلية الحربية وبيتعرفوا على بعض، وبيبص ليهم مافريك وبيعرف إن جزء كبير منهم هيكونوا من الطيارين اللي هيدربهم للمهمة الجديدة. وبيحاول مافريك يدفع فلوس البيرة اللي شربها، لكن الفيزا بتاعته مش بيلاقي فيها فلوس، فبيطردوه من الكازينو. وبيرجع تاني وبيبص لواحد من الجنود اللي بيعزفه، وبيعرف انه ابن صاحب ليه مات من زمان خلال معركة قتالية جوية. تاني يوم بيوصل الطيارين وبيتعرفوا على قائد التدريب بتاعهم النقيب مافريك، وبيبدأ مافريك التدريب وبيقابل روستر ابن صديقه القديم، وبيطلب منه ان ما يستبعدهوش من المهمة. وبيبدأ التدريب وبيفاجئهم مافريك بمهاراته في الطيران، وبيبدأ يوقعهم واحد ورا التاني بسلاح الليزر الوهمي اللي بيستخدموه في التدريب عشان يتعلموا من أخطائهم ويصلحوها. وبيحاول مافريك يدربهم على القتال والمناورة في مستوى طيران منخفض، وبيطير بالطيارة في مستوى منخفض جدا كان هيعرضهم للخطر. ونتيجة كده القادة بيغضبوا عليه، لكنه بيعرفهم ان ده هيكون لمصلحة المهمة، فبيطلبوا منه انه يعرفهم اي تغيير جديد في التدريب يقوم بيه قبل ما يعمله. بيقابل مفرق بيني وبيدفع ليها حساب البيرة بتاعت امبارح، وبيتفسح معاها وبيقضوا أوقات حلوة مع بعض. وترجع بين البيت وبتفكر في قصة الحب اللي كانت بينهم. وبيكمل مفرق تدريبه للطيارين وبيعرفهم انه هيدربهم على الطيران في مستوى منخفض عشان الرادار ما يقدرش يلقطهم وتهاجمهم الصواريخ مضادة الطيارات. وبيعرفهم ان المهمة لازم تتنفذ في وقت سريع جدا قبل ما الطيارات الحربية المعادية تكتشفهم وتدمرهم. وبيبدأ التدريب فورا على أكتر المستويات المنخفضة في الوادي. وبيبدأ واحد من الجنود يعرف روستر إنه اكتشف إن أبوه كان صديق مفرق زمان في القتال، وبيعرفه إنه ممكن يكون ضعيف زي أبوه وإنه مش مناسب للمهمة دي. وبتقوم بينهم خناقة كبيرة وبيتدخل مفرق وبيفكهم من بعض. بيروح مفرق عشان يقابل سارة مرات واحد صاحبه عزيز عليه كان معاه في سلاح الطيران زمان، وبيعرف إنه مريض جدا، وبيطلب منه صديقه إنه يخلي روستر يشارك في المهمة. لكن مفرق مش عايز روستر يواجه نفس مصير أبوه، فمش عايزه يشارك في المهمة، لكنه بيقبل مشاركته بسبب صديقه وإصراره على كده. بيكمل مفرق تدريباته ويخليهم يلعبوا كورة مع بعض عشان يتعلموا روح الفريق الواحد ويكونوا متعاونين مع بعض. بيقابلهم القائد وبيعرفهم ان المهمة تم تقديمها اسبوع بدري عشان في تغيير في ميعاد تسليم اليورانيوم، وبيعرفوه انهم مش جاهزين وانهم لسه ما اتدربوش بشكل كافي على القتال والطيران في مستوى منخفض. لكن مفرق بيوعدهم انه هيدربهم بكل قوته عشان يكتسبوا مهارات المناورة في المستوى المنخفض ويقدروا ينتصروا في المعركة. وبيبدأ التدريب فورا، وبيلاقوا صعوبة كبيرة في التدريب في المستوى المنخفض لدرجة ان واحد من الطيارين بيفقد وعيه وكانت طيارته هتنفجر، لكن بيقدر مفرق انه يفوقه في الوقت المناسب وينقذه. وبعدين بيتعرض واحد تاني من الفريق للحريق نتيجة السرعة الزايدة اللي بيطلب منهم مفرق انهم يطيروا بيها وينفذوا بيها المهمة. بعدها بيقابل روستر مفرق وبيقول له انت ليه واقف في طريقي وسحبت اوراقي من الكلية زمان، وبيعاتبه. لكن مفرق بيقول له انسى كل ده وفكر بس في المهمة عشان تحافظ على حياتك. بتعدي الأيام وبيموت صديقه القديم وبيحضر جنازته، وبعدها بيتفاجئ مفرق إنهم بيطردوه من المهمة وبيوقفوه لأن صاحبه اللي كان بيضمن وجوده في المهمة مات.
وبيبدأ القائد الجديد يتولى المهمة وبيغير كل القواعد بتاعت مافريك على الطيران المنخفض، وبيتفاجئوا إن مافريك راكب طيارة وبيوصل لموقع التدريب بطيارة فائقة السرعة عشان يثبت لهم إن القواعد بتاعته في التدريب صحيحة وإنهم يقدروا ينفذوها من مستوى منخفض. وبينجح مافريك بكل مهارة إنه ينجز المهمة في الوقت المحدد، وبيقابل القائد مرة تاني وبيقول له إنه هيقبل رجوعه تاني للمهمة رغم إنه سرق الطيارة اللي كان بيتدرب بيها، ورغم إنه دخل مكان التدريب بدون استئذان، لكنه هيكمل المهمة معاهم. وبيقابلهم مافريك للمرة الأخيرة قبل العملية، وبيختار روستر يكون المساعد بتاعه، وبيستعدوا عشان ينفذوا المهمة المستحيلة لتدمير اليورانيوم، وبيكون مطلوب منهم إنهم ينفذوا المهمة وبيوصلوا للهدف في 2.5 دقايق. وبيتحرك الطيارين عشان يبدأوا المهمة، وبيشجع مافريك روستر وبيحفزه عشان يثبت قوته في المعركة الصعبة دي. وبينطلق مافريك مع فريقه بالطيارات وبيشوفوا منطقة العدو قدامهم، وبيبدأ سلاح البحرية الأمريكية في ضرب مطار العدو بالصواريخ عشان يعطلوا طيارات العدو من الهجوم على مافريك. وبيبدأوا يطيروا على مستوى منخفض جدا زي ما اتدربوا، وبيشوفوا كمية كبيرة من الصواريخ المضادة للطيارات اللي ممكن تصيبهم لو طاروا في مستوى مرتفع. وبيدمر السلاح الأمريكي مدرجات العدو، لكن بيكون هناك طيارات تاني للعدو في الجو بتبدأ تهاجم الفريق. وبيتوجه مافريك ومعاه روستر عشان يضربوا الهدف، وبينجح مافريك انه يضرب الصواريخ على الهدف ويدمره تدمير كامل. وبمجرد ما ابتدوا يطلعوا فوق مستوى الرادار، ابتدت الصواريخ المضادة للطيارات تطاردهم من كل جهة، وبيدافعوا عن نفسهم بكل قوة ومهارة، وبيحمي مافريك أصدقائه بكل فدائية. لكن طيارة مافريك في الجو بتقع وبتتصاب بعد ما أنقذ روستر من الموت، وبيحزنوا عليه جدا، لكن القيادة بتطلب منهم يرجعوا القاعدة وينقذوا نفسهم. وبيعدي الوقت وبيفوق مافريك من الوقعة بتاعته، وبتحاول طيارة من العدو إنها تقتله، لكن بيوصل روستر في الوقت المناسب وينقذه، وبتبدأ الصواريخ تطارد روستر وتوقع طيارته، وبينط من الطيارة وبيوصل له مافريك وبيغضب جدا لأنه كان خايف عليه إنه يموت، لكن في الآخر بيشكروا إنه أنقذ حياته. وبعدين بيخططوا إنهم يسرقوا طيارة من طيارات العدو عشان يرجعوا بيها ويدخلوا معسكر الأعداء. وبيشغل مافريك الطيارة وبيركب معاه روستر وبيبدأوا يتحركوا، لكنه بيتفاجئ إن المدرج مضروب بالصواريخ. لكن مافريك بيتحدى نفسه وبيطير على المدرج القصير جدا، وبينجح إنه يطير بالطيارة. وبتعرف القاعدة الحربية إن مافريك في واحدة من طيارات العدو وفي طريقه ليهم، لكن فجأة بيقابل مافريك 2 من طيارات العدو، وبيشجع مافريك روستر وبيحاول يفكره بشجاعة أبوه في القتال. وبيبدأ مافريك بشجاعة إنه يفجر واحدة منهم رغم إن طيارته قديمة ورغم إن طياراتهم هم حديثة. وبيبدأ مافريك في الطيران على مستوى منخفض عشان يحمي نفسه من صواريخ العدو، وبيلف مافريك ورا الطيارة وبيدمرها بالرشاش بتاع طيارته. وبيفرحوا جدا وبيكملوا الطريق، لكنهم بيتفاجئوا بطيارة تاني بتطاردهم وهم خلصوا كل الذخيرة اللي معهم وعلى وشك الموت. لكن بيوصل صديقهم هانج مان في الوقت المناسب وبيدمر طيارة العدو وينقذهم من موت أكيد. وبيتواصلوا مع برج المراقبة، وبيرجع مافريك الشجاع للسفينة الحربية بعد ما حقق المهمة بكل شجاعة ومهارة، وقدر يحافظ على حياة روستر ابن أعز أصدقائه. وبيحتفلوا بنصرهم، وبيفرح جدا روستر إنه أصبح صديق لمافريك الشجاع. وفي النهاية بيقابل بيني وبنتها وبيعيشوا قصة حب مع بعض. ما تنساش تعمل معانا اشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيه عشان توصلك أحدث الأفلام. ما تنساش تعمل لايك على صفحة الفيسبوك وتضغط لايك على الفيديو وتشير الفيديو عشان توصلك أحدث الأفلام. أبطال الفيلم هم توم كروز اللي بيقوم بدور بيت، ومايلز تيلر اللي بيقوم بدور برادلي، وجينيفر كونلي اللي بتقوم بدور بنلي. الفيلم من إنتاج 2022 وتم تصويره في أمريكا.